في هذا الجزء سوف نتعرف على العديد من الخواص مثل caption و default value و required. وكما ذكرنا سابقا أن الخاصية caption تستخدم لتحديد عنوان لهذا الحقل، وفي حالة عدم تحديد عنوان للحقل في هذه الخانة فسوف يتم استخدام اسم الحقل كعنوان لهذا الحقل، ويظهر عنوان الحقل في الشريط العلوي للجدول عند عرضه داخل طريقة العرض datasheet view أو عند استخدام الحقل داخل أحد نماذج البيانات forms. فبالنظر إلى خواص الحقل الحالي وهو الحقل units in stock، نلاحظ أن الخانة caption لا تحتوي على أي كتابات، وبالتالي فإن عنوان الحقل مطابق تماما لاسم الحقل. وبالانتقال إلى طريقة العرض datasheet view نلاحظ أن عنوان الحقل هو units in stock وهو مطابق لاسم الحقل تماما. وإذا أردنا تغيير عنوان الحقل ننتقل إلى طريقة العرض design view، ثم ندخل العنوان الذي نريده للحقل في الخانة caption وليكن units in stock. وبحفظ التعديلات التي قمنا بإجرائها على تصميم الجدول والتحول إلى طريقة العرض datasheet view، نلاحظ أن عنوان الحقل تغير إلى العنوان الذي أدخلناه في الخانة caption. والآن ننتقل إلى طريقة العرض design view مرة أخرى للتعرف على باقي الخواص. والخاصية default value تستخدم لتحديد القيمة الافتراضية التي تظهر داخل الحقل بمجرد إنشاء سجل جديد داخل الجدول، فبإدخال القيمة 10 في هذه الخانة وحفظ التعديلات والانتقال إلى طريقة العرض datasheet view والنظر إلى السجل الجديد الموجود في نهاية هذا الجدول، نلاحظ أنه تم كتابة القيمة 10 كقيمة افتراضية للحقل units in stock داخل السجل الجديد. أما الخاصية require فتستخدم لتحديد سماحية عدم إدخال البيانات في الحقل، فعند اختيار yes من هذه القائمة فهذا معناه أنه لن يسمح بترك الحقل خالي بدون بيانات. فإذا أردنا على سبيل المثال عدم السماح للمستخدم بترك الحقل الخاص باسم المنتج خالي بدون بيانات، نختار الحقل product name من الجزء العلوي لهذه النافذة، ثم نضغط داخل الخانة required ونختار yes من هذه القائمة، ثم نقوم بحفظ التعديلات بالضغط على المفتاح save من شريط الأدوات table design، ثم نضغط على المفتاح yes لإغلاق هذه الرسالة. والآن ننتقل إلى طريقة العرض datasheet view وننتقل إلى السجل الخالي الموجود أسفل هذا الجدول، ثم نترك الحقل product name بدون أي بيانات ونقوم بإدخال بيانات الحقل التالي. وبمحاولة الانتقال إلى أي سجل آخر تظهر رسالة تحذيرية تخبرنا بأنه لا يمكن ترك الحقل product name بدون بيانات، وذلك لأننا قمنا بتشغيل الخاصية required. فنضغط OK لإغلاق هذه الرسالة، وبإدخال اسم المنتج في الحقل product name نلاحظ أنه يمكننا التنقل بين سجلات الجدول كما نريد.